السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى معايا في قناتي شهيواتكم. إن شاء الله غادي نقدم لكم اليوم تورته بكريمة الجبن. على بركة الله نبدا في تقديم المقادير. غادي نحتاجو جينواز كيف ما كتشوفوا معايا، راني سبقت لي وحطيت لكم المقادير والطريقة في فيديو سابق، قسمتها هكا على 3 ديال القطع كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للستيرو اللي غادي نسقي به لا جينواز ديالي، ها هو هذا وجدته بسكر سنيده مع الماء مع شويه ديال لافاني، خليته يغلي فوق البوطه، هكا تيكون السيرو ديالنا واجد. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو كريمه سائله، غادي نحتاج سكر ثقيل غيكون حسب الذوق، غادي نحتاج كاس مع مرش الحليب اون بودر، غادي نحتاج كذلك العلبه ديال 200 غرام ديال الجبن. وبالنسبه للالوان اللي غادي نحتاج باش نلون الكريمه ديالي، غادي نحتاج اللون الاحمر واللون الاخضر، اختارت هاد الالوان اون بودر. على بركه الله غادي نبداو. اولا غادي نبدا بتحضير الكريمه. بسم الله غادي نبداو. عندي هنايا تقريبا لتر ما كاملش من الكريمه السائله. غادي نبدا نطرب في الكريمه ديالي، وانا كنطرب فيها غادي نبدا نزيد في الحليب اون بودر ونزيد سكر كلاصي على حسب الذوق. بعد ما طربت الكريمه مع الحليب بودره والسكر كلاصي كتجي الكريمه على هذا الشكل. غادي نضيف دابا الجبن، غادي نكمل التطريب. ها هي الكريمه ديالنا صافي دابا وجدات. من بعد ما طربتها كتلاحظوا كيفاش القوام ديالها كيفاش كيجي كتيف. هاد الكريمه كتجي لذيذه بزاف، وكيف ما لاحظتوا انها سهله. قسمت الكريمه تقريبا على جوج، غادي نلون كل وحده فيهم بلون، نلون وحده بالاحمر والاخرى بالاخضر. ما كتلاحظوا حصلت على اللونين الاحمر والاخضر. انا نسيت ما قلت لكمش غادي نزين التورته ديالي على شكل رايه المغرب. نبداو بسم الله. غادي نبدا نسقي الكيكه ديالي. انا وضعت هنايا القطعه الاولى، من بعد ما سقيت القطعه الاولى ديال الجينواز غادي نوضع طبقه اولى من الكريمه الحمراء، وغادي نوضع الطبقه الثانيه ديال الجينواز وغنسقيها حتى هي، نوضع الطبقه الثانيه من الكريمه الخضراء، وغادي نوضع الطبقه الثالثه ديال الجينواز ونسقيها حتى هي، وغنغطي الكيك ديالي كامل باللون الاحمر. غتابعوا معايا المراحل.
غادي ندخل الكاطو ديالي للثلاجه يبرد شويه. النهائي الطرطه ديال اليوم، طرطه رايه المغرب بكريمه الجبن. نتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم. التزيين كيبقى اختياري لكل سيده على حسب المناسبه وعلى حسب الابداع ديالها والذوق ديالها. انا اليوم اختاريت انني نزين هاد الطرطه برايه بلادنا المغرب. نتمنى ان هاد التزيين يعجبكم، ونتمنى انكم تجربوا هذا الجينواز لانه فريمون سهل وناجح. نتمنى حتى نتوما ينجح لكم. وبالنسبه للكريمه هي كتجي لذيذه بزاف بزاف وسهله. نتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم. الى عجبتكم هذه الحلقه ديروا جيم واشتركوا بالقناه ديالي، وشكرا لتتبعكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله.